السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا على خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه ديال اليوم هي كريم سيترون، كريمه ديال الحامض والليمون الحامض اللي كتجي غزاله بدون جيلاتين بدون نشا. كتجي بنينه بنينه بزاف وعندها عده استعمالات اللي غنشارك معكم بزاف ديال الوصفات بها ان شاء الله. من مورا هذا الفيديو انا تعمدت انني ندير لكم هذا الفيديو بوحدو، من نديروش لكم في مع كيك ولا مع لاير كيك، غير باش الوقيته اللي اي غوسيت يكون فيها هاد الكريمه ديال الحامض تمشيو تلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف. ومع ذلك نحط لكم رابط ديال الجنواز اللي درت معكم بذور الخشخاش والمذاق ديال الحامض. راه كان هو الفيديو اللي قبل من هذا، غادي نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. بالنسبه لاول مره كيشوف الفيديو ديالي، مرحبا بكم، معكم جيهان من قناه ديليسيو اي فاسيل، سهل وسريع. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه بالضغط على زر ديال الاشتراك سبسكرايب، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ان شاء الله. اول حاجه هنا عندي عصير ديال الحامض 150 مليلتر، وهنا عندي 100 غرام ديال الزبده حيوانيه، وهنا عندي 170 غرام ديال السكر سنيده، 3 ديال البيضات. خديت هنايا السكر ضفتو على هذاك الحامض وغادي نزيد عليه هذوك 3 ديال البيضات. غنخلي لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف، وغادي نخلط هادشي مزيان حتى نحس ان هذاك البيض تخلط ليا مع السنيده، والسنيده بدات كتذوب ليا في هذاك العصير ديالي ديال الحامض. وغادي نحطو على البوطه على عافيه اللي هي متوسطه مع التحريك. هنا شعلت البوطه، حطيت عليها هذاك الكاسرونه ديالي، ومع التحريك غادي نبقى نحرك حتى غادي نحس بالخليط ديالي بدا كيتقال ليا وكيدير ليا واحد الفقاعات اللي هما كبارين في الجنب ديال الكاسرونه. ها نتوما هو الخليط ديالي، راه بان لكم انه راه بدا كيتقال. انا غنوريكم هذوك الفقاعات اللي قلت لكم عليهم كيبانوا لكم في الجنب ديال الكاسرونه باش كتعرفوا صافي راه الكريمه ديالكم واجده. ها همايا على هذا الشكل هذا صافي. هنا من مورا ما كيبانوا ليا هاد الفقاعات غادي نبقى نخلط واحد دقيقه، وغادي نطفي البوطه ونحيد الكاسرونه ديالي. هنا حيدتها من فوق البوطه وبديت كنضيف عليها هذيك الزبده. الزبده ضروري تقطعوها قطعات صغيورين باش هكا كتذوب لكم دغيا في هذاك السخونيه ديال لا كريم. غادي نبقى نحرك حتى غادي تذوب لي هذيك الزبده كامله، وغادي ناخذ نصفي الخليط ديالي ديال لا كريم او الكريمه ديالي ديال الحامض. هنا هاد التصفيه ديال هاد لا كريم هادي بزاف الناس كيقولك لي كريم ماشي مشكل ما نصفيهمش، ولكن بعض المرات كيبقاو فيهم واحد الشوائب. من الاحسن ما تخسروا والو الا صفيتوهم. انا كاع لي كريم صراحه كنصفيهم، انا ميم الكراميل الا صيبتو كنصفيه، كنتجنب ان شي حاجه تبقى ليا في لا كريم ولا في الكراميل باش هكا كنحصل على واحد الخليط اللي هو ليس. وهانتوما هنا غيبان لكم راه بقاو ليا واحد الشوائب كيف ما كتشوفوا. الوغ من الاحسن انكم تصفيو. صافي هنا كنحيد هذيك لا كريم اللي بقات ليا في الصفايه من التحت بديك السباتول، وغادي ناخذ ندير ليها الفيلم اليمونتير بلاستيك غذائي. غادي نديرو او كونتاكت، غادي نلصقوه على السطح ديال الكريمه ديالي باش ما ديرش ليا القشره. هنا غادي نخليه غير في سطح العمل، ما غندخلو لا للثلاجه لا حتى شي حاجه، نخليه غير محطوط هكا في الكوزينه حتى الصباح. انا هاد الوصفه صيبتها بالليل وكنخليها ليله كامله، ديما كنصيبها بالليل وكنخليها ليله كامله. والغد ليه الصباح غادي نوريكم كيفاش كتولي بلا جيلاتين بلا نشا، كتعقد ليا. وكنديرها عندي في الثلاجه كتبقى ليا حتى ل 15 يوم غير في الثلاجه لتحت، كتبقى مزيانه. من مورا ما دازت ليله كامله كنحيد ليها لو فيلم اليمونتير. هانتوما شوفوا كيفاش كتولي عندي الكريمه شاده راسها كريميه، كتولي غزاله. تقدروا ديروها في لي لاير كيك ديالكم الا كان عندكم شي لاير كيك الناس كيبغيو فيه مذاق ديال السيترون، في لي ميني تارتليت، في دي ميني تشيز كيك، في تشيز كيك. بزاف ديال الوصفات اللي غنشاركهم معكم بهاد الكريمه هذه اللي كتجي خطيره بزاف بزاف. صافي هنا درتها في واحد القريعه، ديروها في قريعه اللي تكون محكمه للاغلاق، وكيف ما قلت لكم تقدروا تحتفظوا بها في الثلاجه حتى ل 15 يوم كتبقى معكم مزيانه.
وصلت معكم لاخر ديال الفيديو. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. قولوا لي في لي كومونتير كي جاتكم الوصفه ديال اليوم، ولا بغيتو نزيدكم مازال بحال هاد الوصفات هادو خليوها ليا في لي كومونتير ديالكم. وشكرا على التشجيعات ديالكم الدائمه في لي كومونتير ولي جيم ديالكم. كنتسنى منكم بزاف ديال لي جيم ولي كومونتير. وبسلام عليكم، فيديو جديد ووصفه جديده.